السلام عليكم، صلوا على الحبيب يا حلوين، وتعالوا نشوف هنعمل الليمون المخلل ده إزاي. أول حاجة الليمون ده كان أخضر خالص، كنا جايبينه من الشجرة، كان ما شاء الله الليمونة كبيرة بس خضرة تمام. فأنا مش حابة أخلله يكون لونه أخضر عشان أضمن إن يطلع معايا الليمون مخزون صح وما يبص مني تمام. ربطته في كيس كده وسبته في التلاجة لمدة أسبوع لحد ما لونه ابتدى يتغير معايا كده. وأهم حاجة ما يجيش على مية تمام، وحتى لو لقيت على مية نشفيه بفوطة كده وارجعي حطيه في الشنطة واحتفظي بيه تاني تمام. حطيناه في مية مغلية لمدة 5 دقايق كده بالشكل ده كده لحد ما الليمونة اتفتحت من الجنب كده وبقى معانا بالشكل ده كده. هنصفيه من المية دي كويس جدا وهنحطه في مية عادية خالص لحد ما يهدى كده. وبعد كده هنبدأ نخلله معاكم تمام زي ما انتم ما شايفين كده. طبعًا في طريقة ليه تاني اللي هو الليمون بالعصفر وحبة البركة، وده خطير، ده بيقعد بالسنين يعني محتفظين بيه. لو حد عايز الطريقة يكتب لي في الكومنتات وأنا أنزّلها لكم تمام. دي طريقة عادية خالص للمخلل الليمون، ومخلل كمان حاطة معاه حاجات تاني مشكلاه تمام. أهم حاجة بقى عندنا بولة فيها مَيّة عادية خالص من الحنفية تمام. نزلنا بكيس بنُص كيس ملح والفصين من التوم، ده اختياري تمام. لو مش حابة تحطيهم خلاص. وطبعًا هريسة الشطة لا غنى عنها في أنواع المخلل. حطينا معلقتين كبار حلوين كده زي ما أنتم ما شايفين وبنقلبهم. طبعًا مغيّرين المكان طالعين من المطبخ خالص، لإن بصراحة يعني إحنا بنسيح في المطبخ، فقُلت أقعد تحت المروحة كده وأخلّله معاكم بالشكل ده زي ما أنتم ما شايفين. طبعًا حطيت معلقة هريسة على الليمون وقلّبته كويس جدًا. ومعانا هنا جزر متقطّع شرايح وخيار متقطّع شرايح بالشكل ده زي ما أنتم ما شايفين. وأهم حاجة قطع الخيار تكون كبيرة القطعة منها تخينة كده، لإن الخيار بيستوي على طول عشان ما يتهرِش مننا قبل المخلل تمام. وطبعًا الجزر إحنا عارفين إنه بياخد وقت عقبال ما بيستوي. طبعًا حطينا شوية فلفل على شوية خيار وجزر، وبعد كده نزلنا بالليمون وبعد كده بالفلفل زي ما أنتم ما شايفين كده. أهم خطوة في طريقة المخلل ده إن البرطمان اللي هتخلّلي فيه المخلل هو يبقى للمخلل، عشان ما تعمليهوش ويرجع يلقط ريحة من مثلًا من مكان أي حاجة علبة مستخدمة فيها حاجة ويبوظ منِّك تمام. هنا بقى حطينا المحلول اللي إحنا عملناه له. وبعد كده حسينا إن هو محتاج مَيّة تاني، زوّدنا كوباية مَيّة كبيرة وحطينا نُص كيس الملح التاني، كده هو خَد معانا كيس ملح. أهو زي ما أنتم ما شايفين. بجد سهل وبسيط خالص، وما تنسوش تصلّوا على النبي في الكومنتات وتحطّوا له لايك، واللي مشترك في القناة